طيب، كلمة التصريحات وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في ندوة بالقوات المسلحة امبارح الحقيقة لا تزال تثير ردود فعل كثيرة هنا وهناك في أوساط الشارع السياسي لو صح التعبير. طبعا يعني في كل حد على يعني حسب ما بتقول مراسلتنا داليا أبو عميرة، كل طرف من أطراف اللعبة السياسية بيفسرها ربما على هواه. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم في الموضوع، وهو تقرير داليا أبو عميرة. بدأ العد التنازلي، تزيد الاحتمالات وتشتعل حرب التصريحات، لكن تصريحات الجيش دائما ما يكون لها أبعاد وتأثيرات مختلفة، خاصة في ظل ظروف ضبابية وسيناريوهات محتملة معظمها صعبة لما سيحدث في 30/6. أنهي المروءة اللي ممكن احنا نعيش بيها كضباط في الجيش وضباط صف لما نشعر ان الشعب المصري كله مروع وخايف؟ احنا نروح نموت احسن بقى. صحيح. تصريحات الفريق السيسي حول 30 يونيو رآها البعض تحذيرية، وآخرون فسروها على أنها رسائل تطمين للشعب، في حين أكد البعض أنها دعوة للحوار. وكثرت الشائعات بعدها، فقيل أنها جاءت بعد مقابلة لوزير الدفاع مع رئيس الجمهورية، لكن الرئاسة أكدت أنه كان اجتماع لبحث ترتيبات أمنية. لكنها على كل الأحوال تصريحات أثارت ردود أفعال مختلفة، فجماعة الإخوان أكدت أن تلك التصريحات جاءت في سياق وطني، أما المناهضين لهم فروا أن التصريحات رادعة للإخوان. المعارضة والنظام يؤولان التصريحات لصالحهما. فريق ثالث أكد أنها بداية لدخول الجيش في السياسة مرة أخرى. أما أنصار التيار الإسلامي المتشدد فجاءت تصريحاته متشددة أيضا. وكالات الأنباء العالمية أيضا لم يفوتها التعليق. أرجو أن احنا كلنا نحمي مصر، كلنا، وكلنا بفهمنا. كل كلمة أنا قلتها متجردة إلا من حاجة واحدة بس: حب البلد وحب الناس، كل الناس. المؤسسة العسكرية يراها الكثيرون رمانة ميزان بين كفتين متصارعتين على وطن يكاد ينزف. داليا أبو عميرة، برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرداش.